شوفوا لهنايا بعد اللي طيبتهم حمرتهم من الفوق مليح. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. نقرب لكم الصوره اكثر. شوف صراحه يجي بزاف بنين وبزاف هشيش هذا الخبز. نجربوه ان شاء الله شهيتكم في الجنه. انا درك نجيب شويه برك تاع زيت الزيتون، شويه برك. اللي ما يحبش الريحه تاعو يستغنى على هذه الخطوه هذه، يدير شويه تاع زبده، ولا اللي ما يحبش ما يديرش كاع. غير شويه برك من الفوق. شوفوا هذه شحال جات هايله. هنايا غير شويه برك، ما تكثروش، ولا تحبوا كيما قلت لكم مرسو تاع الزبده وتطليوه هكذا من الفوق. ما حبيتوش ما ديروش عادي. نجيب الموس خواتاتي ونجي. شوفوا نقرب لكم الصوره احسن ونقسم معكم. شوف واحد الخفه فيه. يجي بزاف بنين هذا الخبز. ديروه بهذه الطريقه، قسموه بهذه الطريقه هذه. شوف النتيجه تاعو صراحه ولا اروع. هنايا مازال سخون، راني نقسم فيه ومازال سخون. شفتوا النتيجه خواتاتي؟ جربوا الوصفه، ماكمش رايحين تندموا صراحه، ماكمش رايحين تندموا عليه. السلام عليكم، مرحبا بكم خواتاتي من جديد في القناه. مرحبا بكم، ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بخير وعافيه وتكونوا كامل في صحه جيده يا رب. اليوم جيت نبارطاجي معكم وصفه تاع مملحه على شكل باغيت. صراحه تجي بزاف بنينه، ولا خبز ولا سموها كيما حبيتوا. بالنسبه هنا للمقادير، شوفوا لهنايا عندي كاس، عندي هذه كمرحله اولى، عندي كاس تاع الحليب، وعندي لهنايا مغرف تاع الخميره تاع عفوا تاع الفارينه مغرف، وعندي مغرف تاع السكر ومغرف تاع الخميره تاع الخبز. هذه كمرحله اولى. نجيب الاناء تاعي ندير فيه الكاس تاع الحليب. هنا الحليب يكون دافي. هنايا نخدموا الخمور تاع العجينه تاعنا باش تخمر مليح ويجينا الخبز ولا تجينا المملحه هذه تجينا خفيفه. نضيف المغرف تاع السكر والمغرف تاع الفارينه تاع السكر والخميره عفوا، ونضيف المغرف تاع الخميره. نحرك الخليط هذا. كما راكم تشوفوا. دوكا نغطيه ونخليه يخمر يتفاعل، ومن بعد نعاود نولي لكم نكملوا الوصفه تاعنا. وليت لكم نكملوا الوصفه ونكملوا المقادير. بالنسبه هنايا عندي 4 كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي عفوا هنايا نفس الكاس اللي كيلت به. عندي البيض تاع حبه تاع البيض والصفر خليته من بعد. عندي 2 علب هنايا جبن طازج هذا طبيعي، وعندي تقريبا هنايا 3 كيسان نتاع الفارينه كيما نقولوا. ومن بعد نشوف الا خصني ولا من بعد نزيد نشوف، لاخاطر عندي غير الكاس تاع الحليب. نجيب الاناء تاعي
ونكملوا باقي المقادير ونكملوا الوصفه. شوفوا لهنايا بعد اللي تفاعل الخليط خليته 10 دقائق. شوف صراحه بهذه الطريقه يجي الخبز بزاف خفيف ويجي قطني، يجي خفيف، يجي هايل. نضيف هنايا الزيت، عفوا هذا البيض تاع حبه تاع البيض، معليش كيف ونضيف الزيت كلش هنايا على ضربه. نضيف هذا فرماج ريجيم ولا جبن طازج تاع الاولاد ولا تاع، المهم عنده عده استعمالات هذا الجبن. صراحه تجي وصفه بزاف هايله. نتمنى انكم تجربوا الوصفات اللي راني نديرهم معاكم. صراحه وصفات بزاف ناجحين واقتصاديين ويديروا كميه كبيره، ولا غير تاكلوا وتوكلوا بهم. نجيب الفوي تاعي. بالنسبه للملح نخليه للاخر مع الفارينه. الملح ما تنساوش الملح، دائما الملح خلوه مع الفارينه مع الاخر باش تنجح لكم المملحه تاعكم. ندير الفارينه دوكا. انا نجيب صفايه باش نصفي الفارينه. ندير بالعقل ونشوف. عندي الفارينه تشرب شويه، ندير بالعقل ونشوف. قلت لكم هنايا راني جبت 3 كيسان. نزيد هنايا غير بشويه ونشوف. بالمقادير المضبوطه تجيكم 3 كيسان سوا. انا قلت لكم الفارينه تاعي شويه تشرب، مانيش راح نزيد لها، نخليها هكذا باش الخبز تاعي يجي خفيف. دوكا انا نحي العجين هذا اللي لصق، ندير يدي في الفارينه ونحي العجين، من بعد مباشره نديها العجين يعجنها. اللي ما عندهاش العجين تعجن بيدها عادي. وشنو العجين تاعكم لازم تعجنوه، اي عجين لازم يتعجن، هذه هي. هنايا نحو مليح هذا العجين. كما راكم تشوفوا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. دوك انا مباشره نعجنها في العجين واحد 10 دقائق حتى نتحصل على عجينه رطبه وملسه، ومن بعد نعاود نولي لكم. شوفوا وليت لكم خواتاتي، انا قلت لكم الملح مع الفارينه وانا نسيته. شوفوا عندي هنايا نص مغرف كبيره نتاع الاكل، ومباشره نديها للعجان يعجنها ومن بعد نعاود نولي لكم. شوفوا بعد اللي عجنتها هنايا، شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. هذه هي النتيجه تاع العجين اللي تحصلوا عليها. شوفوا العجين تاعكم كيفاش يكون يتلاصق، هذا هو القوام انا اللي نحوس عليه. والمقادير كما قلت لكم مضبوطه. انا الفارينه تاعي مجربتها تشرب، تسمى درت لي 2 كيسان غير ربع هكذاك تاع فارينه. هي 3 كاس حليب ب3 كيسان. ندير لها شويه تاع الزيت ونخبطها شويه برك نلمها هكذا. هنايا الزيت يعاونها في الخمر ما يخليهاش تلصق باش العجينه تاعنا تخمر مليح. ونخليها في الاناء هنايا ونخليها يطلع في الحجم تاعها، ومن بعد نولي لكم نشكلوها كيف كي تخمر. هذه هي. انا نغطيها ومن بعد نولي لكم. شوفوا لهنايا وليت لكم بعد اللي خمرت العجينه تاعي. شوفوا كيفاش ضاع في الحجم تاعها.
شوفوا العجينه كيفاش تجي بزاف خفيفه وتجي مهويه. صراحه العجينه بزاف هايله. قبل ما نبدا في الخدمه ندير شويه تاع الفارينه. شعلت الضوء هنايا باش يبان لكم الفيديو احسن. نختار انا في العشيه باش الصوره تكون واضحه احسن. نقسم العجينه على زوج. هنايا عادي ما تخافوش منها تلصق، بالعكس كي تكون تلصق العجينه راح تجينا مليح. حطيتها في الاناء نغطيها ومن بعد كي نخدم هذه نولي ليها. هذا غير بشويه برك. بعد ندير شويه تاع الفارينه ونجيب الحبه ونبدا نحل في العجينه تاعي. وين تشوفوها تلصق ديروا شويه تاع الفارينه وحاولوا تحلوها على سمك واحد. وين تشوفوها خشينه حلوها. من الاحسن انها ما تكونش خشينه بزاف. شوفوا السمك تاعها كيفاش يجي. هذه هي باش العجين تاعنا يجينا مليح تخمر في الكوشه. هذه هي. دوكا انا نجيب الكوبا تاعي وندير اشكال بهذه الطريقه. ندير خطوط ماشي اشكال. نقسمها بهذه الطريقه. شويه خشينه هنايا بصح معليش. من بعد كي نعود نشكل فيها نجبد العجين. بهذه الطريقه. بالنسبه للحشو انا ما هضرتلكمش عليه. الحشو انا درت حشو بزاف اقتصادي وماشي كاع مكلف. انا نجيب كميه تاع الجبن هذا. صراحه هذا الجبن عملي بزاف ويجي زاكي. تجي فيه كميه ما شاء الله وثاني بنين. كما راكم تشوفوا العلبه تاعو محكمه في الاغلاق. صعيبه شويه باش تفتح. نجيب كميه من الجبن وعندي شويه تاع الزيتون. شوف زيتون افيلي هذا مكان. الحشو كما نقولوا اختياري. ديروا واش حبيتوا. نجيب لهنايا نوزع كميه من الزيتون. تحبوا ديروا شكشوكه، تحبوا ديروا لاصوص طوماط مع شويه تاع فرماج كيما حبيتوا. المهم هنايا صح كاع في العجينه تجيكم مليحه. هذا مكان. هكذا الصوره راهي واضحه. دروك انا نجيب هنايا العجين كما راكم تشوفوا. نجيب نقلب العجين هكذا بهذه الطريقه. هكذا ومن بعد نجيب نقلب هكذا. نزيد نجيب هذه نكسلها مليح ونرجعها. هنايا ماشي شرط تغلقوه. هنايا خلوه عادي يبان الفراغ عادي ماشي مشكل. من بعد الخبز راح يضاعف حجمه. نزيد منه كيف كيف. وهذه بهذه الطريقه.
هنايا. شوفوا كاس حليب ديروا زوج تاع الخبزات يجوكم ما شاء الله. ما تشوفوش الشكل تاعها هكذا. هنايا من بعد راهي مازال ما خمرتش، تزيد تعاود تخمر صراحه تجي كميه ما شاء الله هكذا. هنايا وين تشوفوا خشين تبدو العجين تاعكم هكذا. نعاودو هنايا نغرقو بهذه الطريقه، بعد نجبدو العجين كيف هنايا. وهذا هو الشكل تاع المملحه تاعنا. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي. غير بشويه ونرفدها مباشره للسنيوه تاع الكوشه. نعاود روحي بالكوباط باش ما تلصقش. هنايا السنيوه تاعكم من الاحسن ديروا فيها بابي كويسون، هكذا يساعدكم على الطياب. عادي ردوها هنايا تخافوا من العجين ما راح يصرى لها والو. ومن بعد كي تدوها للسنيمه سقموها. شوفوا تتحط معكم بكل سهوله. دركا انا نزيد نجيب العجينه الخاص كيف نحلها بنفس الطريقه. ندير شويه تاع الفرينه شوفوا العجينه كي مخدومه مليح صراحه تمد الطوع وتعجنت وريحه ثاني. شوف تمد الطوع وتحسوها خفيفه بزاف من الداخل. شوف تجي منبله وتجي خفيفه. صراحه هذه الوصفه بزاف ناجحه وبزاف بنينه واكيد زاكيه. شوفوا كاس حليب باش دارنا زوج خبزات الله يبارك. ديروهم للاولاد بزاف يحبوا هذه المملحات هذه. هنايا تحبوا تعرضوها عادي. نديرها شويه عريضه معكم بهذه الطريقه. شوفوا انا قسمتها كيف بصح نتوما تتحكموا في العجينه. وشنو هذه ما خليتهاش خشينه كيما الاولى. هذا الخبز يتكل مع شوربه، يتكل مع حساء ديروه وحده، ثاني تقدموه مع مانيش عارفه انايا. المهم يتكل كيما جات يتكل يجي بزاف بنين. هنايا هذا الجبن الكميه هذه تكفي. دركا غادي نجيب كميه من الجبن المبشور ونعاود نولي لكم. نجيب سكرفج ونجيب كميه صغيره تاع الجبن المبشور، نزيد له في البنه هذا مكان. ما عندكمش تستغنوا عليه عادي كيما راكم شفتوا. انا الخبزه الاولى ما درت لهاش، وهنايا درت غير كميه صغيره. من بعد مباشره نجي نخدم العجين كيف نقلب. هنايا كيف نقلب بهذه الطريقه ونجبد من هنايا ونجبد باش العجين تاعنا يجي خفيف.
باش تشوفوا. انا راني شاعله الكوشه، كما قلت لكم خواتاتي انا راني شاعله الكوشه، راهي تسخن. كما تعرفوا الخبز يحب الكوشه تكون سخونه. طيبوه الطياب تاعو يكون عادي، ومن بعد كي تشوفوه حمار من التحت شعلوا له حمروه من الفوق، والخبز تاعكم يكون واجد. صراحه ما يشدش طيب بزاف. معليش هنايا هكا نغلق بهذه الطريقه ونعاود نرجع العجين هكذا باش العجين تاعنا الخبز تاعنا ما يجيش معجن. نعاود نروح للكوبات. شوفوا خواتاتي دوكا انا نرفدها لسنيوه ومن بعد نولي لكم. نجيب الصفار تاعي تاع الحبه تاع البيض، زدت له شويه تاع الماء ونحرك بهذه الطريقه ونبدا نتن في الحبه تاعي. كاس حليب و3 كيسان فرينه. شوفوا واش عطاولنا، زوج خبزات ما شاء الله. الصفر تاع الحبه تاع البيض جا سوا سوا. هذه هي خواتاتي. دركا انا نجيب شويه تاع الجلجلان ونجي. واكيد السانوج. هذه ما نديرلهاش السانوج. نجيب شويه تاع الفرماج اللي درتو لداخل جبن مبشور ونديرو شويه من الفوق ونسكرفج عليها الجبن هكذا. هذه يا خواتاتي شفتوا الطريقه شحال سهله والمقادير شحال بسيطه. انا دركا نطيبهم نحمرهم مليح من الفوق مباشره هنا ندخلهم يطيبوا، ما تسناوش يزيدوا يعاودوا يخمروا، مباشره طيبوهم. كما قلت لكم انا دركا نطيبهم نحمرهم ومن بعد نولي لكم تشوفوهم واجدين.